هاتي فانوسك يا اختي يا احسان. طبعا يا صاحبي اول ما سمعت الاغنيه دي عرفت انا هتكلم عن ايه على طول. يا طنط هو كمان الفانوس؟ امال انت فاكر ايه؟ هو انا ليا الا انت؟ الحكايه بدات مع عمنا جوهر الصقلي لما كان والي على مصر في ايام الخليفه المعز لدين الله. والله لا يوريك بقى لما تعرف ان مديرك جاي من السفر وبعد غيبه. وده اللي حصل مع جوهر لما عرف ان الخليفه بنفسه جاي مصر. وفي البداية جوهر استقبل الموضوع بشكل عادي خالص، قال لك يشرف ويآنس، أنا يا أبويا شغل مظبوط. ما هو مش جاي زيارة. نعم أمال ده هيقيم في القاهرة ويخليها عاصمة الخلافة. طبعا جوهر وقتها قال لك لا، ده لازم له استقبال يليق بعظمته، طويل العمر يطول عمره هاي هي. وكان فاكر إنه استقبال عادي زي أي استقبال. نعم بالليل هستقبله ازاي ان شاء الله؟ ولان جوهر زي ما بيقولوا كان قائد ذكي ما جابتوش ولاده، وبسبب كمان خبرته في القاهره افتكر ايام العيد المجيد لما اخواننا المسيحيين كانوا بيعملوا اناديل على شكل تماثيل صغيره كده وبيحتفلوا بيها في الشوارع. اجمع لي بقى كل الحرفيين، اجمعوا الحرفيين ويعملوا فوانيس على شكل شمعه متحوطه بالجلد عشان ما تطفيش، وايه بقى كميات كبيرة جدا عشان تليق باستقبال عظمته. ويدخل الخليفة المعز القاهرة يوم 5 رمضان استقبال مهيب، وليلة ولا 1000 ليلة وليلة. ومش بس كده، ده بعد سنة من وجوده في القاهرة لما دخل عليه رمضان في السنة الجديدة جمع الأطفال والعائلات وقال لهم بقول لكم إيه، كلنا هنروح نشوف هلال رمضان مع بعض. الخليفة الفرفوش رزق ويمشي وراه أطفال القاهرة كلهم بيغنوا أغاني مدح للخليفة والشهر رمضان. لما حس إن الجوامع ضلمة بالليل صمم إنه يعلق فوانيس على باب كل جامع. طب نعلق أناديل عادي؟ لا، فانوس. فعلا يا صاحبي يبدأوا يعلقوا فانوس على باب كل جامع. وسبحان الله يا صاحبي الفوانيس دي تبقى سبب فتحة خير على الحرفيين كتير قوي، لأن بقى في ورش كتير مخصصة لتصنيع الفوانيس. وكان الأول بيصنعوا الفانوس من النحاس ويزخرفوه لحد ما بدأوا يصنعوه من الإزاز ويلونوه. لا ومش بس كده، ده بعد ما كانت بتنور بالشمع خلوها بتنور بالزيت والفتيل. شغل فاخر من الآخر. ومن هنا يا صاحبي قبل ما يجي الشهر الفضيل كل واحد يشيل فانوس ويخرج بره يحتفل بطريقته بقى. المهم إن رمضان ما بيحلاش إلا بوجود الفانوس، ومن وقتها يفضل فانوس رمضان علامة مميزة من علامات الشهر الكريم. ولأن مصر ولادة كالعادة فبدأ الفانوس المصري يلف الوطن العربي كله. إشي فانوس تاج الملوك، وفانوس الملك فاروق، فانوس قبة البرلمان. ودي كانت حكاية فانوس رمضان. يلا اكتب لنا بقى في الكومنتات ايه أغرب العادات اللي انت ما تعرفش سببها في رمضان.